المعصية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر ومشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر ومشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر ومشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر ذبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر ذبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر ذبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف
عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين نكفي شر الظالمين يا قوي يا متين نكفي شر الظالمين يا قوي يا متين نكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر وكرم وجه وعظم ورضي الله تعالى عن المهدي مطهر وصحب المرسلين واستبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفضل سيدنا وابينا شيخنا الاسلام محمد بن عبد الله وذريته وآل بيته وإلى سيدنا بن عيسى وأسرة أن الله يعلي درجات بين الله ويكسر مسوبات ويدعسنا ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الفداء إلى رسولنا وزعم مقدم محمد بن معلي بالوي ووصله فرما وجميع سادتنا لا بل وصله أن الله يعلى درجات بالجنة ويكثر مثوبات ويتاسنا ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى رسالتنا سفية دين ما كان حلقهم وشرك الأرض وأن الله يعلى درجات بالجنة ويكثر مسوبات ويداسنا وينفذنا بجاههم وينفنا بهم ويعين ولنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. فاتحة. إياك نعبد الفاتحة إلى رواية سبرة القرب بشأن وغوص العين بالقلب إلى الحبيب عبد الله بالعلوي بالمحمد الحدد ووصوله وفر أن الله يعلى درجات بالجنة ويكثر مسوبات ويدات ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. فاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم الضالين آمين. الفدى إلى روي سدنسو الفدى إلى روي كافر بالصالحين ولولينا مشايخنا في الدين وذوي حقوق هل لا إله إلا الله وأجمعين وإلى أروي مدى المسوء إلى يوم أن الله يغفر فرج القلوب المسلم والمسلم والدوم ويجمع سمح الهدى يعلف زاد بينهم ويسرب سررهم ويغفنا وأوما أيهم سررهم وسرر الفتن والمحن والمؤذن وامداد من الكرب الأوبي وغيرها والغرأ وصوت كل سيل منا منكم سولة على ما دولة ورسوله ويبطل علينا بدوح العارفين ويختم لنا بالحسنى ووعد عنا في خير ولزف وعافية وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. فاتحة. الحمد لله اللهم صل وسلم دعاء مسيح يا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا
وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وآله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وآله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأهله جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبينا الأمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sama-sama kita baca Ratibul Haddad, kita sekarang melanjutkan pembacaan Yasin pada Sayyidul Hall Syekh Abdul Rauf Singkili, dan juga kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, muslimat semuanya. Mari sama-sama kita baca bacaan Yasin. الفاتحة بسم الله على سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم خليفة الراشدين سردنا وكريم عمره ثمان وعليه فمقدم الصحابة والسلام بحسن الله ودين ثم أهل الكسال ودال الحنة أهل بقشباك أهل زمن الفراد لا يتضاد مشان ولا سيدنا أحمد بن الله صلى الله عليه وسلم المقدم سيدنا محمد مولى الدبيلة فرما سقاف ثم الأطباق شهر من رمضان وسكر محمد وولي محمد جمال الله السلطان ولا شم في الشمس وسبحين في الله قل عدو القادرين وإخواني في الشيخ صلى علي ثم إلى الله من شاء الأكبر الله من شاء الأصغر الله من الأصغر أحمد بن الرحمن أحمد بن عبد الرحمن بن شيخ مكاشف بن شاهدين أفكر بن شيخ بن سلمة بن الفاسد بن الرحمن الطاس أولاد الشيخ البراس بن الشيخ بن الله بن الحداد بن سلمة الصراء بن علي بن عدرو ثم إلى من بن سلمة الله بن سلمة الظاهر حبيب علي بن محمد العبشي سمت الدرار سادنا علي بن صفية الحاكم ثم إلى آخر الرب بن الشيخ بن الشيخ أردنا شيخنا أبو الجلين شيخنا أكبر أحمد بن والعلوان هبي الزنزلي ثم الزلام من غدري ثم الشيخ محمد باودين ثم إلى إمام الجدي سيدنا أحمد وابن الشافعي وحنفي وجميع الأولياء إن شاء الله بن أحمد بن أحمد بن سودان شيخ عبد الرحمن الديبائي ثم إلى سبيل الخيرات مسلم الجزلي ثم سيف البردة شيخ محمد بن سيد الجزلي الصوني وأبو أحد سلسلة جميع ثم أولى إلى في هذا البلاد أولى 9 ثم إلى العبد أبو بكر بن مسلم بقين وشيخ قنعان ثم إذا مقلين من القراه ثم إذا كوجي درو ثم كوجي المدى ثم كوجي دي بداية ثم كوجي بندي قلو ثم إلى ثم كوجي كرنكالي ثم إلى حبيب بكر عبد الرحمن الحبشي ثم إلى حبيب صبي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى ثم كوجي بقيت حبيب بكر علي دروس ثم إلى ذنقود بلي عبد الله بن الله ثم إلى ذنقود باشي ذنقود ربا حسن القاف ثم إلى العبد من ثم إلى حبيب مقاه ثم إلى علي الباسين ثم زلنا بن الله العدروس من سنة عالم صفية المحاويين ثم إلى ذنقود لما را ذنقود بداية ذنقود لم جبال ثم إلى ثم ورث نقولي كندang ثم إلى حبيب بكر عبد الله حبيب بكر بن حسن سقاف ثم حبيب دنقوب بكر حبيب عبد الرحمن بن الله إبراهيم بن جميل الله حبيب بكر دنقوب وجميل الله محمد عربي بن محمد علي دروز جميل الأولياء الصالح ثم جميل الأولياء الصالحين وصفية الحاققين ثم إلى طريقة
طريقة صوفية المحققين طريقة حدادية طريقة شنقشابندية طريقة شطارية والسوالف الدين جميع الأولياء والصالحين والصوفية وأولياء الله في أجه ثم إلى خصوصا مقام الشيخ عبد الرب السنجيلي ثم إلى أولياء الله في هذا المكان في هذا الساحة تنقو بدور تنقو جدي بلان جميع الأولياء والصالحين في هذا المكان في هذا الساحة ثم إلى روح علي بن حسين الله تعصم ولي ثم إلى فلانة إسنانيان بنت محمد سبي أن الله في الله ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين أن الله في الله الجنة برحمته ووالدنا وصحبه المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله وهم لهم جند محضرون فلا يهضنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد النور المبين عبدك وحبيبك سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه حقنا بحبه وقمنا بقربه واجعلنا من رفقه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا نجينا بهذه الاوان والافوان وتطهرنا بهذه الحاجات وتطهرنا من السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا سوين الحياه وبعد الممات. اللهم تقبل ثواب ما قرأ من القرآن العظيم سورة ياسين على سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في هذه المصاب المبارك حادثة واصلة ورحمة الناس وبركة شاملة وسنة قبل نقدمها نوليها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خليفة الرسول تردنا كعورته عليه من وقت السعادة وتابع بسنة أهل القسال بدل الحزن وكشباكا لزم أهل البدر أهل شباكا البدر لا إله إلا الله المشايخ والمقر سيدنا أحمد بن الله العظم وفقه مقدم محمد بن علي وعلى سيدنا علي وصفية بن الحكم أولى إلى بمشايخ والمغارب أولى إلى في أجاه ثم إلى أولى ثم إلى سنسب المقام صيب الحال الشيخ عبد الرحمن والسنقلي بن علي ثم إلى أولئك ذلك منا إليهم والله بنا لنا وله من النار وبكاك لنا وله من النار ويدك لنا وله من النار وسترا وحجاب لنا وله من النار. اللهم اغفر له وارحمهم اللهم اغفر له وارحمهم اللهم اغفر له وارحمهم وقر من نزولهم وواصلهم وادخالهم بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما ينقي الأبيض من الدناس وأبدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم الجنة. اللهم انزل قبرهم روحا وريحا ونشوا وسروا من هذا إلى يوم القيامة. اللهم اجعل قبورهم روضة من الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من الجنة ولا تجعل قبورهم كفرة من كفار النيران. اللهم اجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك من المسلك والشهداء وصن وحاسنا إلى رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجدنا ولأجدادنا ولمعلمنا ولمشرنا ولأهلنا وقرابتنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama kita baca salawat ya, zikir salawat. Alladzina yusalluna masyaikil kiram نوينا نسأل الكتاب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة ورفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها ووسام. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي
صل على محمد واسلك بنا ربي خير ما هي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصله القلب واعف عنفه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف وردع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأعرفاء يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رفق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kembali memberikan salam kepada Rasulullah halaman 10. Salam kepada Nabi Muhammad, berbicara dengan penuh cinta, dengan penuh rasa rindu kepada Nabi kedanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab salam kedanyo, yang salam itu adalah ada keniscayaan, ya pasti dibalas, ya, bagi orang Islam dibalas. Maka makin kedanyo cinta, makin raya, ya, kekuatan balasan itu kepada kedanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka Zainal السلام
حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهدايا بين العالمين جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهدايا بين العالمين لا لا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي دعائك كاسك يا رسول الله وعرف شفاعته يا حبيب الله دعائك كاسك يا رسول الله وعرف شفاعته يا حبيب الله اشفع لنا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله عليه وما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه الله نصرا عزيزا صلى الله عليه جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
ربكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا وعنده رحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا إن عظيم الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليك حمدك الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليك بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليك عليك الله بارئك الذي بك يشفع قصنا وحبانا صلى الله عليك بارك الأطهار مدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا صلى الله عليك وصحابتك الكرام حماد دينك أصبحوا لوليه عنوانا صلى الله عليك والنبيين لهم بصدق ما حدا أحد المودة هي جل شجانا صلى الله عليك والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى ولأن أشوانا صلى الله عليك يحبون الذين عليكم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليك بذكر ضال المصطفى إلا من شهداء برانا صلى الله عليك الأرواح تستاق اللقاء والتعن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليك المحبين حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارف الأذان صلى الله عليك إلى صفد المجتبى وظل قلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله قال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه الله عبد من به بذكره عظيمه منانا صلى الله عليك المولى تأمل قوله وليبره واغنوا به فرحانا صلى الله عليك من العرض الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليك أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله بين عليه التراب وبين ماء فاستبك من غفلة أنت وكن يقضانا صلى الله عليه انظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليك لم تفتري من شعبتين إلا أنا في غيرها حتى غروزي أنا صلى الله عليه أنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح إليه صلاة صلى الله عليه طهره الله وحماه واختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليك بالذكر والنصر والتوقير رب العرش وأنا أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر له نوته في الكتب بينها لنا تبيانا
صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أخوانا صلى الله ونبشروا عليه قومهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله وإن كان عليه خير مقدم يمشون تحتان وإيمان نادانا صلى الله يا أمة عليه الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله فتاونا عليه درفا وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجو فخرك بانا صلى الله ولواء حمد عليه الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان صلى الله وأكرم عليه الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله ولسوف يعطيك عليه فتتجلى من بوط تقصر عن عطاه رهانا صلى الله بالله عليه كل الذكر واسف محمد اللهم صل كيف وسلم عليه نزح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله halaman 118. Ya Hannan ya Man النان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جدرنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جدري هذا الإنسان عبد السوء خطيان من ذنوبه وعلان وإنك غضبان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستغفر ربنا نسترضيك ولا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا الوقت البروز لأحمد عن إذن من مشاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه بالولد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه ينظر نور طه وجهه وسر إلى الابن المسؤول عيانا صلى الله عليه وهاشم الكريم هشام بن عمرو بن فبر كسي كان صلى الله عليه ويرى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز في ذلك شانا صلى الله عليه والقلب أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك كيف على برف الأسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تسكن شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبحاط لطف من رب السماء قصى الأذى والهم والأهزان صلى الله عليه قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه في بطنها فاستوسر ودنا المخاض فأطلعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وجنات عرشه ومداد كلماته صلى الله عليه وتجلت الأنوار من كل الجهات فاغتم الذي مشفع حانا صلى الله عليه وقبيل كل أبرد شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayidina wa nabiyyina wa habibina syafiina wa zukhrina wa nur qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kita dalam pertemuan ruhaniyah, dalam pertemuan mustajabah, dalam pertemuan dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sangat penting kita berada di daerah daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala min awliyaillah Syekh Abdul Rauf bin Ali As-Singkili, yaitu ulama Kedanyo, ulama kita, ulama Nusantara, ulama umat Islam. Maka kita sangat berbahagia atas takdir Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul risalah, sayyidil mursalin, khatamin nabiyyin, cahaya hati kita yang memberikan cahaya hati kita ruhaniyah dengan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan bertambahlah cahaya tersebut ketika bertambah mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari kita yang kita muliakan ikraman Ta'ziman Al-Mukarram Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar, guru kita bersama, juga beliau guru di Ribat Tarim, di Tarim, ulama termasuk ulama muda yang berdakwah ke Indonesia sekarang, juga di Pasuruan dan juga pengajar di Pesantren Dalwa. Dan alhamdulillah bersama kita di hadapan kita di sini ikut bersama-sama laksanakan daripada istiqamah di dakwah, istiqamah yattasil min awliyaillah Habibillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yazid himmah wan nasyad lidakwah Allah Subhanahu wa taala, lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dalam berkah dan dalam pandangan beliau, dalam nazar beliau dengan kita duduk di sini, maka kita sangat bersuka cita. Kemudian daripada itu minal habaib, dan pada tengku-tengku sekalian yang ada di panggung, yang ada di yang naditinan, dan kemudian mungkin yang di baru, dan kemudian yang likur karena keterlambatan. Aduh 20 jaro kamu mulai maaf. Sangat-sangat kamu mulai maaf atas kekurangan, ya. Dan tapi tidak mengurangi rasa penghormatan kamu, ketakziman kamu kepada ahli ilm dan orang-orang tua semuanya. Dan kita doakan bersama-sama mereka, para tengku, para habaib, para orang tua kita semuanya, panjang umur dalam ketaatan Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa makin menguatkan daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kaum ibu, ya, kaum bapak semuanya, hadirin dan hadirat, ya, anak-anak kami semuanya yang kami cintai, alhamdulillah atas segala kekurangan kami dari panitia, mewakili panitia, kami mohon maaf, dan ahlan wassalam wa marhaban, selamat datang. Yang sebenarnya kita ini semuanya adalah merupakan undangan daripada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kemudian daripada itu, rasa terima kasih yang besar sekali kami kepada para panitia yang telah bersusah payah dari 1 bulan sebelumnya
memikirkan acara ini, yang masak, yang mengangkat terata, kemudian yang parkiran, yang mengatur sendal, semuanya ya, yang sharing daripada acara-acara ini ya, tidak lain seperti disebutkan oleh Habib Abdullah kemarin ya, di tempat majelis singkat, bahwa semua ini dihitung oleh Allah, zikrullah. Semua yang baik-baik ini karena Allah dan Rasul kita dihitung zikir oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu, sebelum kita dengar tausiah maudhi'ah hasanah daripada Habib Abdullah, mari sama-sama kita baca sedikit manaqib yang tadi sudah kita mulai dengan Ratibul Haddad, kemudian kita baca Yasin pada beliau dan kepada muslimat semuanya. Mari kita membaca sedikit daripada manaqib ya, sejarah singkat daripada Syekh ya, ulama ya, Nusantara ya, ulama orang Islam ya, merupakan pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Rauf As-Singkili Al-Fansuri adalah ulama besar, waliullah yang hidup di antara 1024 sampai 1105 Hijriah dalam penanggalan Masih antara 1615 sampai 1693 Masehi. Wafat dalam usia 78. Tepatnya bulan Syawal tahun 1105 Hijriah, lebih kurang 341 tahun yang lalu. Jadi Syekh Abdul Rauf ini duluan dibandingkan Tengku Dianjung ya, Tengku Dianjung. Masyarakat Aceh mengenal beliau sebagai Tengku Syekh Kuala karena beliau menetap di muara Sungai Aceh dan dimakamkan di sini, di sana maksudnya. Di sini ayah beliau bernama Ali yang merupakan saudara daripada ulama Aceh, yaitu Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Al-Fansuri ahli sufi yang dijelaskan oleh guru besar ya, Dr. Profesor Naqib Al-Attas almarhum yang di Singapura. Sebelum berkiprah sebagai ulama tokoh politik di Kerajaan Aceh Darussalam, Syekh Abdul Rauf menghabiskan hampir 55 tahun dalam pendidikan. Setelah belajar dari ayah, paman dan para ulama di Aceh, beliau mengembara di Timur Tengah selama lebih kurang 19 tahun. Di Yaman, di Mekah dan Madinah belajarnya. Beliau belajar di antara di lain di Doha kepada Abdul Al-Qadir Al-Mawrir. Dia menuntut ilmu di dua tempat, Baid Al-Faqih dan Zabid. Di Baid Al-Faqih menekun bidang hadis dan fikih atas bimbingan Ibrahim bin Abdullah bin Ja'man. Di Zabid beliau belajar kepada Abdul Rahim bin As-Siddiq Al-Khas dan Abdullah bin Muhammad Al-Adni. Di Jeddah menjadi murid daripada Abdul Qadir Al-Bakhali. Kemudian pindah ke Mekah dan berguru kepada Ali bin Abdul Qadir Al-Tabari, Isa Al-Maghribi, Abdul Aziz Al-Zamzami, Tajaddin bin Yaqub. Rihlah tarbiyah Abdul Rauf Singkili berakhir di Madinah dengan berguru kepada Syekh Ahmad Khushashi bin Ibrahim Al-Qurani, yaitu guru rohani beliau. Selanjutnya beliau selama lebih kurang 30 tahun Tengku Syekh Kuala mengabdikan diri dalam pendidikan umat, pembinaan hukum tata negara. Beliau menjabat Syekhul Islam atau Qadil Malikul Adil pada masa pemerintahan Sultan Safiyuddin, Sultanah Naqiyatuddin, Sultanah Zakiyatuddin dan Sultanah Gamalat Shah. Kealiman pengaruh pegawaian Syekh Abdul Rauf dalam hukum, dakwah dan tata negara diabadikan dalam ungkapan terkenal adat bak po temerhum hukum bak Syekh Kuala, kanun bak putropang resam bak lasamana. Artinya peran beliau sebagai ulama dalam pembinaan masyarakat Aceh kala itu sangat penting dan tidak tergantikan. Dan murid-murid beliau terkenal diantaranya Syekh Burhanuddin Ulakan yang berdakwah di Sumatera Barat, Syekh Abdul Muhyi yang berdakwah di Jawa Barat, Paminjahan, Syekh Abdul Malik bin Abdullah yang dikenal sebagai itu Terengganu Malaysia, Baba Daud Rumi Al-Jawi yang meneruskan lembaga pendidikan di Aceh. Syekh Abdul Rauf juga meninggal karya beliau berupa kitab antara terjemahan Al-Mustafid, terjemah di tafsir Al-Quran, Umdatul Muhtaj terkait zikir tauhid guru-guru beliau,
Firatul Tulab terkait dengan hukum fikih dan lain-lainnya. Peristiwa gempa tsunami 20 tahun yang lalu menjadi bukti bahwa Allah memelihara beliau antara lain di makam Syekh Kuala tidak dilanda oleh tsunami, dan beberapa makam lainnya seperti makam Tugu Dianjung Pelangan juga tidak disentuh oleh tsunami. Dan karamah beliau sesungguhnya adalah peringatan dari Allah untuk supaya kembali pada Allah mengikuti jejak para ulama yang merupakan pewaris Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya dengan walinya. Kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tidak kena dengan tsunami. Beliau walaupun sudah kena tsunami terbangun lagi. Kalau ada tsunami 100 lagi, semua orang habis meninggal, ini dibangun lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Inilah manakib daripada ulama kita yang merupakan ya tidak lain orang Aceh ini kita nyonyo hana lain yang tamanyo ada ulama. Hana hebat tahu-tahu nangkrongnya karena ulama. Kagetinggai di Syekh Abdul Rauf kagetinggai syariat Islam dengan kanun-kanun. Semua kanun Aceh itu mengandung syariat Islam yang beranjak daripada hukum ya, adat itu kembali kepada hukum-hukumnya daripada hukum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bangkitkan lagi kita semangat untuk mengikuti daripada beliau. Karena disebutkan oleh guru-guru kita, oleh ulama, tanda-tanda kita mencintainya Allah, kita mencintai orang yang dikasihi oleh Allah. Bila syak Syekh Abdul Rauf ini adalah kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta kepada beliau. Tajak kena ziarahnya tanda-tanda tidak cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu akan turun rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan ya zikruhum tanzurur rahman, membicarakan mereka saja turun daripada rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita berziarah mendatangi ya. Nah, jangan percaya daripada orang-orang yang mengatakan bid'ah ziarah kubur. Bikinnya diperintah daripada ulama-ulamanya ziarah untuk kepada orang saleh ya, untuk mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua insyaallah. Kemudian mari sama-sama kita dengar ya tausiah maudah hasanah daripada Habib Abdullah ya. Karena kita sering lupa bahwa membicarakan Nabi, tapi mana pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana? Dan beliau bersanad ya dari orang tuanya, dari gurunya, guru-gurunya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru beliau Habib Salim punya bapaknya ulama sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ya ikhwan, mari sama-sama kita mendengar daripada tausiah beliau, dan karena dengan kondisi seperti ini kita sedang dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan kita pergi dulu, kita tunggu ya, apalagi ini adalah ya keberkahan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita persilakan kepada beliau falyatafaddal mashkura Habib wala faminkum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة تعظيما لأولياء الله وخلفاء حبيب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتعظيم الأولياء والعلماء العاملين هو من تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيم النبي محمد هو تعظيم لله سبحانه وتعالى، فما نعظم إلا الله. فهؤلاء استقاموا على طاعة الله أحبهم الله وبشرهم في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، لا خوف. من هم أولياء الله؟
الذين آمنوا وكانوا يتقون لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة الذين استقاموا على الإيمان واستقاموا على طاعة الرحمن واتبعوا حبيب الرحمن محمد صفوة الأكوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يوفقنا وإياكم لاتباع هذا النبي العظيم. وقد اجتمعنا وإياكم في حولية هذا الإمام الشيخ عبد الرؤوف بن علي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قدره علي عند العلي سبحانه وتعالى، ويجعل هذه الحولية من أبرك الحوليات علينا وعليكم، يعود خيرها وسرها ونورها وبركتها على من حضر وعلى من نظر وعلى من أحاطت بشبكة قلوبنا وعلى جميع أهل هذه البلاد خاصة الشيخ وأهل إندونيسيا عامة، يحفظهم من كل أذى ومن كل بلاء، ويحفظها من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جد الحسن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Berikut ini adalah rangkuman terjemahan dari mau'idhah yang disampaikan oleh beliau yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar hafidhahullah wa ra'ah. Beliau memuji kepada Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam yang penuh berkah ini dan agungkan para wali-walinya Allah dan para penerus kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan aulia dan juga ulama yang mengamalkan ilmunya itu termasuk bagian mengagungkan Nabi. Mengagungkan Nabi berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita berkumpul di sini tidak lain hanyalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka para aulia, para ulama telah istiqamah dalam ketaatan kepada Allah sehingga mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kabar gembira sebagaimana dalam firman-Nya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali-walinya Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada rasa sedih, baik di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan wali-walinya Allah? Wali-walinya Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bertakwa pada keimanan, beristiqomah pada keimanan, istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberi taufik pertolongan untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita berkumpul untuk diantaranya memperingati haul Al-Imam Abdul Rauf bin Ali Asy-Syinkili. Semoga Allah meninggikan kedudukan beliau di sisinya dan semoga acara ini jadikan acara haul yang paling berkah, yang keberkahannya bisa kita rasakan untuk kita, untuk siapapun yang hadir dan siapapun yang mengikuti melalui media sosial. Dan semoga keberkahannya juga dirasakan oleh seluruh penduduk Aceh secara khusus dan seluruh penduduk Indonesia secara umum. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari musibah, dari bala dan dari fitnah baik yang zahir maupun yang batin dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. في كل زمان وكل مكان هناك أولياء للرحمن سبحانه وتعالى. ما الذي يعرفك عليهم؟ حسن الظن.
تتعرف إليهم وتعرفهم بحسن الظن. إذا أحسنت الظن تعرفت عليهم، وذاك لا يكون إلا بنور البصيرة، ومفتاح نور البصيرة هو حسن الظن. لهذا يقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله سبحانه وتعالى. فإذا أحسنت الظن بعباد الله تعرفت إليهم، وأنت في سفرك وفي حضرك تنوي التعرف على أحباب الله سبحانه وتعالى، لأن لله سبحانه وتعالى أقواما كما ورد في الأثر: من نظرهم أو نظروه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. لما بلغ هذا الأثر سيدي أبو الليث السمرقندي عندما حج بيت الله الحرام وذهب إلى منى وصلى في مسجد الخيف في منى بعد الصلاة والمسجد ملآن، فقام ينظر في أوجه الحاضرين من حسن ظنه بعباد الله: فماذا تفعل يا إمام؟ فقال: لقد بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إن لله عبادا من نظرهم أو نظروه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. لكن نظرهم بحسن الظن، نظرهم بعين المحبة. فهذا كل من نظر إلى نبي الله محمد وإلى أحد من خلفائه الأولياء والصالحين بعين المحبة هداه الله ووفقه لاتباع الله، لاتباع حبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكثيرهم من نظر إلى النبي محمد لكن ما استفادوا بنظرهم، لأنهم نظروا إليه بعين أنه يتيم أبو طالب، ولو نظروا إليه بأنه حبيب الرحمن صفوة الرحمن أحب الخلق للرحمن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لانتفعوا به، وكل من رأى له اهتدى. وهكذا الأولياء خلفاء حبيب الرحمن في كل زمان يحفظ الله بهم ذلك ولولاهم بين الأنام لدكدكت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة. فالله يعرفنا عليهم ويحببنا إليهم ويحببهم البقاء فينا في عافية يا رب العالمين. Wali-walinya Allah itu tidak tertentu pada zaman dahulu. Di setiap zaman, di setiap tempat banyak sekali wali-walinya Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa mengetahui walinya Allah? Caranya hanya satu: husnudzon, berbaik sangka. Jika Anda selalu berbamba Allah, maka kemanapun Anda pergi, dimanapun dan kapanpun Anda akan menemukan wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala dengan pandangan mata hati. Bagaimana cara membuka pandangan mata hati? Sama, caranya adalah dengan husnudzon. Husnudzon ini sangat penting sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua perbuatan sangat baik sehingga tidak ada yang mengalahkan dzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Selalu berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Sebaliknya, khoslatan